ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3 من جمادى الآخر 1445 16 من ديسمبر 2023، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن التلفزيون الكويتي يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما. إذن أعلن التلفزيون الكويتي في نبأ عاجل وفي بيان صدر عن الديوان الأميري عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز 86 عاما، وكان قد أعلن قبل أسبوعين أن الأمير قد دخل إلى المستشفى، لكن بالأمس تم الإعلان أن حالته تبدو مستقرة إلى أن صدر هذا البيان الذي أعلنه التلفزيون الكويتي عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو الذي تولى إمارة الكويت منذ 29 من سبتمبر من عام 2020 بعد وفاة سلفه، وبالتالي فيما يبدو أن هناك إجراءات سوف يتم الإعلان عنها لاحقا بشأن إمارة ولي العهد ربما في الكويت. على أي حال ولي أو حتى أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح تولى إمارة البلاد في عام 2020 وشغل مناصب مختلفة منذ بداية حياته. شغل فيما سبق نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شغل أيضا وزير الداخلية الكويتي ونائب رئيس الوزراء الكويتي وأيضا نائب رئيس الحرس الوطني، كما شغل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت، ومن بين ما شغله أيضا وزيرا للدفاع قبل ذلك، وربما شغل منصب وزير الداخلية لفترتين متفرقتين. على أي حال ها هو التلفزيون الكويتي أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى إمارة البلاد منذ 29 من سبتمبر من عام 2020 بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.